السلام عليكم يا مدرج الذهب، يا صوت القوة، يا فخر الكرة السعودية. حياكم الله في شبكة الاتحاد 24، منبر العميد الأول، واللي دايم نقولها بصوت عالي: هنا ما نغطي الأخبار، إحنا نصنعها. اليوم أخبارنا نار من قلب العرين. إدارة الاتحاد مواصلة شغلها الذهبي بخطة تحفيزية ما تتكرر وقرارات مدروسة تبين إنه العميد ماشي بخطى الأبطال. مو صدفة ولا حظ، هذه عقلية البطل اللي يعرف طريق الذهب من سنين. راح نتكلم عن كونسنسا ومشروعه الجديد، عن البند القانوني اللي صار حديث الشارع الرياضي، وراح نطمن جماهيرنا على الحارس الحديدي رايكوفيتش اللي بيرجع يحمي العرين من جديد. ولا ننسى قصة الصفقة اللي حاولوا يخطفونها مننا، بس مثل ما تعودنا الاتحاد يقود والبقية يتبعون. شدوا الحزام يا جمهور المدرج، لأن اللي جاي من أخبار العميد يسوى الذهب كله، من قلب البيت الاتحادي ومن قلب الفخر نفسه. الاتحاد يواصل طريق الذهب بخطة تحفيزية ذكية. يا مدرج الذهب، شوفوا الإدارة الذهبية كيف تشتغل بعقلية بطل. مصادر صحفية أكدت إنه إدارة الاتحاد قررت الاستمرار في نظام المكافآت الذهبي اللي كان أحد أسرار تتويج العميد بثنائية دوري روشن وكأس الملك الموسم الماضي. القرار هذا مو مجرد مكافآت، لا يا حبيبي، هذا سلاح نفسي ذكي حافظ على روح الفريق والانضباط داخل غرفة الملابس. اللاعبين يعرفون إنه العطاء له ثمن، وإنه الفوز مع الاتحاد له طعم خاص، طعم الذهب. النظام بيستمر نفسه، المكافآت تصرف بعد كل 5 مباريات وبحسب مركز الفريق في الدوري، يعني اللي يعرق في الميدان ياخذ حقه. والنتيجة فريق منضبط، روح عالية، ولاعبين يقاتلون من أجل الشعار. العميد الآن في المركز الثالث ب9 نقاط، والعيون كلها على الجولة الجاية أمام الفيحاء يوم السبت 18 أكتوبر في المجمعة. أول ظهور رسمي للمدرب كونسنساو. مدرج الذهب جاهز والفريق متحفز والرسالة واضحة: الذهب ما يجي إلا بالعمل والعرق، والاتحاد دايم أهلها. الخبير القانوني يفجرها: بند كونسنساو باطل. يا جماهير العميد، اليوم بنحط النقاط على الحروف في قضية البند الغريب في عقد المدرب البرتغالي سيرجيو كونسنساو. تدري وش صار؟ المستشار القانوني أحمد الأمير طلع وكشف إنه البند اللي يمنح الاتحاد حق فسخ العقد لو الفريق ما أنهى الموسم ضمن الثلاثة الأول بند غير قانوني تماما. الأمير قالها بصريح العبارة: أي شرط يربط الفسخ بالنتائج الفنية أو الترتيب في الدوري مخالف لقوانين فيفا وكاس، وممكن لو تم تطبيقه يلزم النادي بتعويض مالي ضخم للمدرب. لكن نرجع ونقول الاتحاد ما راح يحتاج يفكر في الفسخ أصلا، لأنه كونسنساو جايب خطة واضحة وبيغير شكل الفريق للأفضل. الإدارة وقعت معاه ل2.5 والنية واضحة، مشروع طويل النفس بعيد العميد لهيبته المحلية والقارية. وبداية الطريق بتكون أمام الفيحاء يوم الجمعة 17 أكتوبر، أول اختبار رسمي للمدرب الجديد، وكل الاتحاديين متحمسين يشوفوا بصمته من أول لقاء. كونسنساو يعرف إنه جمهور الاتحاد ما يرضى إلا بالذهب، والرسالة من المدرج واضحة: يا كونسنساو قدها ولا تخذلنا، لأن الاتحاد دايم في القمة والبقية يتفرجون. الاتحاد يتنفس الصعداء، رايكوفيتش جاهز لحماية العرين. يا مدرج الذهب، أخيراً الأخبار تطمن القلب. الاتحاد يتنفس الصعداء بعد ما تأكد إن الحارس الصربي بريدراغ رايكوفيتش جاهز للعودة أمام الفيحاء في الجولة 5 من دوري روشن السعودي. مصادر الرياضية أكدت إن الإصابة اللي تعرض لها رايكوفيتش مع منتخب بلاده بسيطة وما رح تمنعه من المشاركة. الفحوصات طلعت تمام، واللاعب بيكون في التمارين فور نهاية فترة التوقف الدولي، يعني بإذن الله العرين الاتحادي مؤمن برجاله. الاتحاد يستعد بقوة لمواجهة الفيحاء يوم الجمعة في المجمعة، في أول اختبار رسمي للمدرب الجديد سيرجيو كونسنساو. العميد حالياً بالمركز الثالث ب9 نقاط، وهدفه واضح: تشديد الخناق على المتصدر ومواصلة طريق الذهب. ولا ننسى أن مايكوفيتش من أهم الأسماء اللي يعتمد عليها الفريق،
خصوصاً بعد ما رجع بقوة هذا الموسم رغم العملية الجراحية اللي خضع لها الصيف الماضي. الحارس الصربي جاهز يثبت للجميع أنه السد المنيع للعميد والرسانة وصلت. عرين النمور بأيد أمينة، واللي يواجه الاتحاد يتحمل العواقب. الأهلي يدخل على خط بيدرو بعد ما فشل الاتحاد في حسم الصفقة. يا جماهير العميد اسمعوا القصة اللي صارت. اللاعب البرازيلي بيدرو جناح زينيت الروسي كان قريب جدا من الاتحاد في الصيف الماضي، لكن الصفقة ما تمت في اللحظات الأخيرة، والحين النادي الأهلي دخل على الخط ويحاول يخطف اللاعب في الشتوية المقبلة. مصادر الميدان الرياضي تقول إن الأهلي فتح مفاوضات مع بيدرو مستغلا رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة ومغريينه بعروض مالية ضخمة. بس كلنا نعرف إن الاتحاد كان أول من تحرك واهتم بالصفقة، ووقتها كانت كل المؤشرات تقول إنه النجم البرازيلي بيكون أحد أسلحة النمور الهجومية، لكن الظروف ما خدمت. يا جماهير الاتحاد، ترى مو غريب إنه الأندية الثانية تحاول تمشي على خطانا، لأن مشروع العميد دايم هو المعيار. حتى لو الأهلي يدخل المفاوضات تبقى الحقيقة واضحة، الاتحاد يختار نجومه بعناية والبقية يحاولون يقلدون. وبهكذا يا عشاق الذهب نكون خلصنا جولتنا اللي مليانة بالأخبار اللي تشرح الصدر وتطمن القلب. إدارة تشتغل بصمت، مدرب عنده فكر أوروبي راقي، ولاعبين عطاهم نار. الاتحاد يا جماعة مو نادي عادي، الاتحاد حالة خاصة، مدرسة في الالتزام ورمز في البطولات. جمهورنا العظيم، هذا وقتكم، وقت الدعم والمؤازرة من المدرجات، لأن المرحلة الجاية ما تحتمل إلا رجال الذهب، أنتم وإنحنا وكل من يعشق العميد. خلونا نرفع الشعار بصوت واحد ونقولها من القلب: الاتحاد فوق الكل والباقي يتفرجون. لا تنسون يا أبطال تضغطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس علشان توصلكم أخبار العميد أول بأول من شبكة الاتحاد 24، المنبر اللي ما يعرف إلا الصدق واللي دايم شعاره من المدرج للبطولة. احنا الاتحاد.